في ليلة هادية من ليالي رمضان، الكابتن أحمد السلمي كان بيقود سفينته نجمة عمان في بحر العرب. السما صافية والقمر منور الدنيا. فجأة شاف الكابتن على الرادار 3 نقط بيعملوا شكل مثلث حوالين السفينة. إشارات قوية مش طبيعية خالص. كل الأجهزة باظت، لا راديو شغال ولا موبايلات ولا حتى البوصلة، وكأنهم دخلوا عالم تاني. سالم البحار صرح: بص المية، البحر بينور بلون أزرق غريب، والأمواج بترقص حوالينا. وصلوا لنقطة غريبة، البحر بقى شفاف وشافوا تحتيهم مدينة كاملة زي الحلم. طلعت من تحتهم كرة نور واتجمدت قدامهم على شكل راجل لابس عباية زرقاء وعينيه فيها نجوم. قال: أنا زرياب، حارس أسرار بحر العرب. المدينة دي أكلانتس العرب، واختفت من زمان بسبب طمع أهلها. سرياب قال لهم: عندكم اختيار واحد، صندوق ذهب مليان كنوز أو صندوق فضة فيه كتاب الحكمة. زرياب اداهم قدرة يتنفسوا تحت المية، ونزل الكابتن ومعاه التاني من البحارة يدوروا على الصندوق. الذهب كان مغري، بس الكابتن افتكر كلام جده: الحكمة أغلى من الذهب، واختار الكتاب. أول ما طلعوا الكتاب حسوا بدفى غريب بيملى جسمهم. نور دخل عقلهم وقلوبهم في نفس الوقت. زرياب استقبلهم بابتسامة وقال: اخترتوا الصح، الحكمة هتوصلكم لكنوز تانية. فجأة البحر اتفتح حوالينهم، وظهرت آلاف الليالي النادرة بتطفو زي حلم اتحقق. المدينة بدأت تغوص من تاني، والمثلث اختفى، وكل حاجة رجعت لطبيعتها. سالم سأل: هنشوف المدينة دي تاني؟ زرياب قال: لو قلبكم فضل طاهر يمكن. رجعوا المسقط محملين بالكنوز والكتاب، بس الناس ما صدقتش القصة. بدأوا يطبقوا اللي في الكتاب: خرايط كنوز، أسرار ملاحة، وحكم منسية. الكابتن أحمد فتح مدرسة لتعليم فنون الملاحة، وكان دايما يحكي قصة المثلث. في الليالي اللي القمر فيها بدر، في ناس بتشوف نور أزرق في بحر العرب، وأوقات بيظهر على الرادار 3 نقاط عاملين مثلث، نفس المثلث. هل المثلث لسه موجود؟ يمكن، بس اللي أكيد البحر عمره ما بيبوح بسر بسهولة.